بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الأمسية الكروية الجديدة والمختلفة. في هذه الحلقة الاستثنائية من المواجهة بيشرفني وينورني النهاردة مهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي السابق، وهيبقى فيه كلام كتير وأسئلة كتير جدا جدا. الحقيقة أن الحلقة دي واحدة من الحلقات المطلوبة واللي الشارع الاسماعيلاوي عايز يسمعها كويس جدا جدا وعايز يعرف كل تفاصيلها، والشارع الكروي الرياضي في مصر، لانه لا يخفى على احد هذه الحاله الصعبه بل والصعبه جدا اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي في هذا التوقيت. النهارده عندنا حلقه مواجهه هنتكلم في كل هذه التفاصيل. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك وسعيد بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك، الله يخليك يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله الحمد لله. كله زي الفل؟ زي الفل تمام. طيب هو بس انا ليا تعليق في المقدمه اللي انت قلتها. انت قلت رئيس النادي الاسماعيلي السابق، انا لا زلت رئيسا للنادي الاسماعيلي. في لجنه دلوقتي موجوده. لجنه، بس انا رئيس النادي الاسماعيلي. لا امارس عملي، واخد بالك؟ الى حين بقى اقدم استقالتي، ارجع تاني كده، واخد بالك؟ لكن ما فيش رئيس، والا مثلا يعملوا انتخابات. طب دخلتنا في المواضيع. حضرتك قدمت الى النادي الاسماعيلي في اغسطس 23 تقريبا ثم 19 اغسطس ثم في 20 اكتوبر 25 كان قرار وزاره الشباب والرياضه بتحويل المجلس واعضائه بالكامل للنيابه العامه بسبب مخالفات في اعمال الفحص والتفتيش المالي. هنا ده بيخليني اسال حضرتك، لانه بعديها شكلت لجنه. كيف ترى هذا الامر طالما حاجه دخلتنا في الموضوع مباشره؟ والله هو الامر غريب يعني عشان تبقى عارف، لان قبل كده يعني قبل التاريخ ده اللي هو 2010 المفروض ان القرار بتاع الوزير ده طلع بناء على تقرير فحص تم ماشي في شهر 10، انما احنا في شهر 6 اتعمل تقرير وتقدم للوزاره لمديريه الشباب والرياضه في اسماعيليه اللي هي الجهه الاداريه المختصه. واحنا ردينا على التقرير دوت، والتقرير في النهايه طلع جواب من الجهه الاداريه المختصه الى وزاره الشباب والرياضه اللي هي الجهه الاداريه المركزيه بانه لا توجد ملاحظات على الرد. يعني انا الجواب ده بالتحديد يوم 9/7/2025. كويس. ان انا ما عنديش اي مخالفات. ماشي. فجاه ظهرت المخالفات يوم مثلا 9/10 عشان طلع هو القرار بتاعه يوم 20. واخد بال حضرتك؟ ففي الثلاث شهور دول واخد بالك يقول لك ان احنا اكتشفنا ان في مخالفات. طبعا هو ما فيش مخالفات، حتى التقرير اللي هم عملوه انا خدت منه نسخه يعني. ما فيش مخالفات ولا ما اقدرش اتكلم في الجزئيه دي لانه امر موجود في النيابه العامه، لانه لحد ما يخلص يعني احنا طبعا انا يهمني النيابه العامه تبدا التحقيق فيه عشان في الاخر تتحط النقط على الحروف ويتعرف مين اللي عنده مشاكل وكده وبتاع. لكن هي النيابه العامه ما بتحققش في الموضوع ده بس على فكره. ليه حضرتك قلت لي انك رئيس النادي الاسماعيلي رغم انه في مجلس دلوقتي، في لجنه ولجنه ثانيه شكلت بعديها؟ ايوه بس انا رئيس النادي الاسماعيلي، حتى ده كلام من الوزاره يعني، عشان كده يقول لك رئيس لجنه، لكن ما يقدرش يقول رئيس مجلس اداره. مش السابق برضه؟ لا مش السابق. مش السابق. انا لا زلت رئيس النادي الاسماعيلي. واخد بالك؟ موقوف عن عملي لفتره معينه. ممكن تخلص بعد اسبوع، بعد شهر، بعد 2، بعد 3، واعود تاني لرئاسه النادي الاسماعيلي. يعني اذا حصل وبرئت ساحه المجلس او اتقبلت القضيه اللي احنا عاملينها في القضاء الاداري، خلاص الموضوع انتهى وارجع تاني. تعود بمجلسك بالكامل؟ اعود بمجلسي بالكامل. جاهز للحلقه؟ اكيد طبعا. جاهز للاسئله الصعبه اللي فيها؟ مؤكد يعني. طيب خلينا نبتدي مع حضرتك بالجزء الاولاني وهي فقره الاتهامات. حضرتك متهم من جماهير النادي الاسماعيلي انك قدمت لهم وعود كتير جيده قبل النجاح في انتخابات النادي الاسماعيلي، ولكنك لم تقدم اي حلول حتى فيما يتعلق بازمات القيد، فما هو رد حضرتك؟ الكلام ده طبعا غير صحيح، بدليل انا لما جيت النادي الاسماعيلي كان في 15 قضيه مرفوعين على النادي الاسماعيلي. ال 15 قضيه دول كان في 5 منهم صدرت فيهم احكام نهائيه قبل انا ما اجي، وكان ال5 دول تسببوا في ايقاف القيد، يعني انا استلمت النادي وهو في ايقاف القيد. ال5 قضايا دول احنا قدرنا بعد 4 شهور يعني في يناير 24 ان احنا نخلص ال5 قضايا دول، اللي هم تحديدا كانوا قضيه خاصه باللاعب
بنسون شيلونجو، اللاعب نور الزمان الزموري، والمدرب جاريدو، ونادي في بوليفيا اسمه ديبورتيفو كوينكا، ونادي في كوت ديفوار اسمه كورهوجو. القضايا دي احنا خلصناها ودفعنا فيها حوالي $1,600,000. كويس. وفتحنا القيد، بس احنا مع بال ما خلصنا الاجراءات وبتاع فتحت القيد وجبت 7 لعيبه، 7 أو 8 مش فاكر يعني. 7 لعيبه. احمد عادل عبد المنعم، احمد الشيخ، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، إيريك تراوري، هشام محمد، واللعيب الصغير علي ملواني. تقريبا هم دول هم 7 لعيبه وقت ما اتفتح لان دول اللي احنا في الاخر يعني قدرنا، واخد بالك انت، نستعين بيهم. لان طبعا احنا فتحنا القيد يوم 30. ايوه. وكان المفروض ان القيد هيتقفل يوم 30. فكل اللعيبه التحقت بتاعي. بعد كده مدوا القيد ليوم 6. ماشي. 6 فبراير. فاحنا قدرنا نتعاقد مع المجموعه ديت خلال ال6 ايام دول بس. لكن فانا اقصد اقول لك ان في 5 قضايا كانوا واقفين القيد، انا حليتهم. بعد كده كان في قضايا ثانيه قدرنا احنا نعمل فيها استئنافات. ماشي. لان القضايا الاولانيه دي للاسف ما اتعملش فيها استئناف. واصبحت القرار اللي طلع من غرفه تسويه النزاعات اصبح بات نهائي، لان عدى الميعاد بتاع الاستئناف اللي هو خلال 21 يوم. كويس. احنا لما عملنا استئنافات في القضايا الثانيه ديت قدرنا مثلا لعيب زي خالد النبريسي كان ليه حكم من غرفه تسويه النزاعات في الفيفا ب $570,000. قدرنا نحل المشكله بتاعته وخد 70,000 وتنازل عن ال 500 ورجع لعب في الفرقه. من وجهه نظر حضرتك ايه اللي حصل ما قدرتش تفتح القيد لمده 3 فترات قيد واللي عمل صعوبه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي؟ دي بقى في مشكله بقى حصلت عندنا، ان احنا جالنا ايقاف قيد من ضمن ايقافات القيد اللي جت التاليه، ايقاف قيد تاديبي. التاديبي ده انت لما بتعمل استئناف ما بيتوقفش. يعني انت اي استئناف مقترن بعقوبه ماليه بيتوقف. ماشي. انما مقترن بعقوبه ايقاف قيد تاديبي دي غريبه شويه، يعني ده ما بيتوقفش، يعني الاستئناف ما يوقفش كانوا اخذوا القرار ده ليه؟ بناء على ايه؟ هنا بقى المشكله برضو تقدر تقول انها بدات من الاسماعيليه. يعني مثلا انت نادي الزمالك دلوقتي عنده 11 قضيه لكن ما عندوش قرار قيد تاديبي. نادي احد في السعوديه كان عنده 21 قضيه خلصهم الاسبوع اللي فات دوت. لكن احنا عندنا لاعب اسمه فراس شواط، المحامي بتاعه لما قدم القضيه بتاعته راح كتب او حد مده بان النادي الاسماعيلي عليه 6 قضايا في الفيفا. وده اتهام للنادي الاسماعيلي بانه اعتاد خرق العلاقات التعاقديه مع اللاعبين. عايز تقول ان في حد من جوه اسماعيليه هو اللي بعت؟ ما هو المحامي خد ارقام القضايا دي منين؟ واخد بالك؟ طبعا معروف للكل، اي حد. لا اصل هو حاطط في مثلا يجي يقول لك الرقم اف دي كذا بالرقم التسلسلي بتاع اللي هو في الفيفا عشان اللجنه هناك تعرف ترجع للقضيه. ده فعلا في قضيه. فمكتوب من ضمن ده ورق طلع من النادي، ده ورق كده طلع من النادي او بيانات طلعت من النادي. واخد بالك؟ ان في النادي الاسماعيلي عليه 6 قضايا. عملت تحقيق عشان تعرف مين اللي طلع الكلام ده؟ لا، ما اصله خلاص حتى التحقيق لو انا عملته ما عادش يفرق، لان خلاص المساله يعني ايه اتاخد فيها عقوبه. مش بس كده، كمان الحاجه الثانيه اللي خلت ان الفيفا ياخد القرار ده ان كان في شيكات بدون رصيد بتاخدها اللعيبه، ودي عند الفيفا يعني اشد وطأة من انك انت ما تديلوش الفلوس اصلا. يعني انت لو ما تديلوش الفلوس مفيش مشكله، لكن تديله شيك ويروح يصرفه ويقول لك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، دي بتعمل مشكله ان انت كده بتمارس عمليه نصب على اللعيبه. فالحالتين دول ذكرهم الفيفا في سبب قراره المساله دي، ان الاسماعيلي اعتاد خرق العلاقات التعاقديه. ده كان مؤثر لدرجه انه 3 فترات قيد ما قدرش. ما انت ما تقدرش، ما هو ده فترتين واخد بالك، فانت ما تقدرش في الفترتين دول. احنا كنا خلصنا القضايا الثانيه اللي هو كانت بتاع كانت جت قضيه بقى اللاعب فخر الدين بن يوسف حليناها، قضيه خالد النبريسي دي برضو حليناها، في قضيه ثانيه برضو حليناها. طيب لكن سؤال مباشر في ظل هذه الازمه اللي حضرتك رصدتها لما سالتك دلوقتي، حضرتك قلت لي احنا عندنا 1 و2 و3 وبالتالي صعب، وحضرتك راصد انه صعب. ليه بعت هذا الكم من اللاعبين؟ عبد الرحمن مجدي، اياد العسقلاني، يوقا النور، عمر الساعي، وانت القيد عندك مقفول؟ لا، انا المره الاولانيه بعت وفتحت القيد، والمره الثانيه
بعت على اساس ان انا هفتح القيد. فوجئت بالعقوبه التاديبيه دي. انا شخصيا ما كنتش اعرف ان العقوبه دي احنا عملنا استئناف. حضرتك ما كنتش عارف ان القيد هيتقفل عليك بالعقوبه التاديبيه؟ بالعقوبه التاديبيه. انا فاكر ان العقوبه ديت يعني ده قرار مجرد ما استأنف زي اللي فات العقوبه هتتوقف. فحتى لما العقوبه دي ظهرت ان على السيستم موجوده، احنا بقى خاطبنا الفيفا قلنا له احنا ما عليناش فلوس لحد. عايز تقول انك اتورطت انك بعت اللعيبه بعد ما اتفاجئت انه القرار طلع قرار تأديبي، فبالتالي كان الموضوع بالنسبه لك خارج عن ارادتك؟ خارج عن ارادتي، يعني لدرجه ان احنا عندنا المكاتبات في النادي الاسماعيلي موجوده ان احنا بعتنا للفيفا قلنا له احنا ما عندناش اي فلوس لاي حد، ولو في قرارات خاصه بالفيفا انه موقع غرامات، لان ممكن تبقى غرامه الفيفا عاملها موقع غرامات، فاحنا مساعدين ان احنا ندفع الفلوس ديت، وادونا الغرامه على اساس نفتح القيد، واخد بالك؟ فردوا علينا قالوا لا ده القيد ده مرتبط بقضيه فراس شواط. طب بعتنا قلنا لهم قضيه فراس شواط تم الاستئناف فيها بتاريخ كذا، قال لا ده قيد تأديبي ما يتوقفش. فرحنا عاملين قضيه عاجله اللي هي حاجه اسمها بروفيشنال ميجرز، يعني الاجراءات مستعجله ان احنا بنعترض على القرار ده. طبعا محكمه الكاس في القرارات ديت التأديبيه دي تقريبا ما بتبقاش في صف النادي خالص يعني، فأيدت القرار. طيب الشؤون القانونيه كانت فين؟ مستشارينك القانونيين كانوا فين في النادي وبتحصل قرارات من النوعيه ديت بتعطل مسيره النادي؟ لا انا مش يعني القرارات دي كلها كانت موجوده قبل كده. لا انا بسأل حضرتك في جزئيه انه احنا بنخرج اللعيبه ومتخيلين ان احنا هنستأنف على الحكم والامور هتمشي بشكل طبيعي. فين المحامين اللي كانوا يعني هم اللي ماسكين القضيه وبالتالي يقدروا يمدوا النادي يقولوا خدوا بالكم العقوبه اللي جايه هي عقوبه ممكن تبقى اشد وطأه تأديبيه؟ ما كانش يعني احنا لما العقوبه دي نزلت في فبراير 24. ماشي. فترة القيد الثانية كانت في سبتمبر 24. يعني في ال7 شهور دي المفروض كانت القضية تنتهي تماما. فبالتالي انت ما كانش ينفع مع بداية القضية تعمل حاجة اسمها اللي هي البروفيشنال ميجرز ديت. ده الكلام اللي احنا اتكلمت فيه مع المحامي بعد كده. قال لي لا ما كانش في وجه للعجلة ان نطلب، لان طبيعي ان المفروض الاجراءات وفقا للرولز بتاعت الفيفا ان الاجراءات قدام الكاس تنتهي خلال 3 شهور. لكن هي خدت المدى الطويل ده كله لان الخصم طلب تمديد اجل والفيفا طلبت تمديد اجل، واحنا قبل منه كنا طلبنا تمديد اجل، فخدت الفتره دي من غير ما تفصل في القضيه. واخد بالك؟ طيب عملت ايه لما اتفاجئت ان الموضوع بالنسبه لك خلاص اصبح صعب دلوقتي؟ انت خلاص خرجت لعيبه وبالتالي انت مش عارف تجيب لعيبه ثانيه. احنا لما حصل الكلام دوت بدانا نركز بقى في ان احنا هنلعب بالفرقه دي، لان لازم يعني الفترتين لازم يعدوا، بس لازم تعمل لهم افضل نظام وفي نفس الوقت تريحهم افضل الراحه. يعني لازم اللعيبه دي تاخد مستحقاتها في مواعيدها، ولازم يبقى في انتظام ومفيش حد بيتدخل في الكوره ومفيش حد بيتواصل مع اللاعبين. ده حصل؟ ده حصل. حصل. ممكن تسال اي حد من الناس اللي اشتغلت في النادي الاسماعيلي. احنا ما بندخلش في الكوره. الحاجه الثانيه كل اللاعبين خدوا مستحقاتهم. يعني ايه حضرتك ما بتتدخلش في الكوره؟ انت رئيس النادي، مين اللي بيدخل في الكوره؟ لا انا عندي كان الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد. ماشي. يعني انا الحاجات ده في الاول خالص. لا ده هم لسه ماشيين قريب. يعني من 4 شهور او 6 شهور. يعني انا بقى لي 3 شهور دلوقتي بره النادي او اكتر، وهم قبل مني ب3 شهور يعني. هل زي ما بيتقال ان المهندس نصر ابو الحسن ديكتاتور في القرارات ومتفرد بالقرارات؟ لا انا ديكتاتور في تنفيذ القرارات. ما هو الناس غلط. يعني انا ما عنديش قرار مش موافق عليه المجلس، حد يطلع لي قرار واحد انا المجلس ما موافقش عليه. لكن ساعات حد مش فاهم اللائحه يجي يقول لك ايه. يعني مثلا احنا دلوقتي خدنا قرار بان احنا نتعاقد مع سين مع اللعيب الفلاني. ماشي. وفقا لانظمه سداد معينه. المفروض انا لما بتحل انظمه مواعيد السداد دي انا بسدد، لان ده قرار المجلس. ماشي. ما ينفعش تيجي تقول لي بقى انت ليه بتدفع. لان انا المسؤول، انا او المدير التنفيذي عن تنفيذ قرارات مجلس الاداره. طب بتفسر بايه الاستقالات الجماعيه اللي حصلت لاعضاء مجلس الاداره؟ مش الجماعيه فين؟ يعني بشكل او باخر كل واحد فيهم كان بيخرج من المجلس. يعني احنا عندنا خرج اسمه محمد جمال، وخرج الكابتن محسن عبد المسيح. كابتن محسن عبد المسيح واحمد فهيم واحمد عبد الرحمن وشوقي عوض. لا احمد فهيم ما خرجش، ما قدمش استقاله خالص.
ده كان اتوقف. كان معلن، ده كان معلن ان هو قدم استقالته. لا 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 هو كان اتوقف واخد بالك، لان يعني كان في خروج عن النص فتره معينه واتوقف واحيل للتحقيق وانتهت المده بتاعته ورجع تاني طيب المجلس. 4-1 موقوف. طيب مين 4 بقى؟ انا بقول لحضرتك هو محمد جمال مع حفظ الالقاب، كابتن محسن عبد المسيح، احمد عبد الرحمن، شوقي عوض. لا احمد عبد الرحمن ده بقى قبل ما امشي باسبوعين. لا ايوه انا حضرتك بقول لك بتفسر بايه هذا الكم؟ لا الفتره الاخيره دي ما تحسبهاش، لان الفتره الاخيره ديت خلال الهجوم اللي حصل او الحمله اللي اتعملت. اتعمل عليك حمله؟ اتعملت حمله. من مين؟ اتعملت حمله من ناس معروفين في اسماعيليه ليهم مصلحه في ان انا ما تواجدتش في النادي. ايه مصلحتهم؟ مصلحتهم ان اصلا مش متاح ليهم ان هم يتدخلوا ويمدوا ايديهم. انا ما بخليش حد يتدخل في شغلنا، لان النادي له مجلس اداره وبالتالي لازم نديره. لكن ان انا اعمل بقى يعني مثلا زي ما كان المهندس يحيى كومي مع احترامي ليه كان قاعد وكل من هب ودب بيخش النادي، واللي عايز يعمل مصلحه يعملها واللي عايز ياخد حاجه بياخدها. مصلحه بمعنى ايه؟ يعني يجيب لعيب ويمشي لعيب ويتكلم ويخش يتكلم مع بتوع قطاع الناشئين ويتكلم مش عارف ايه. كل الحاجات دي انا ما تنفعش تمشي معايا اصلا. النادي ليه نظام وليه بتاع. انت عايز تساعد النادي على عيني وعلى راسي، هتدفع فلوس ادفعها في حسابات النادي، لكن انت ما تجيش تطلع فلوس من جيبك كده وتروح لقطاع الناشئين تقول لهم خدوا، او تروح للعيبه تقول لهم خدوا بتاع. يعني هنا لازم اللي عايز يساعد النادي، لكن ما يساعدش يقول لك انا الفلوس دي زي ما قبل كده. مثلا في الفتره الاولانيه بتاعتي واحد اتصل بي قال لي انا ممكن اجيب لك مدرب، يعني ادفع فلوس المدرب واجيب مدرب اجنبي بس انا اللي اجيبه. قلت له لا طبعا ما ينفعش. يعني ايه؟ معلش يعني ايه انا ادفع فلوس المدرب واجيب المدرب؟ يقول لي يعني ايه؟ يعني هو يدفع الفلوس وهو اللي يختار المدرب. هو اللي يختار المدرب بنفسه. هو اللي يختار المدرب بنفسه. وده ينفع؟ ما ينفعش. واحد يجي يقول لي مثلا انت انا هدفع مبلغ لفلان للعيب، انت ليه بتبوظ لي النظام؟ كل اللعيبه ليها يعني في سيستم صرف معين طيب حضرتك بتقول لي انه كان في ناس بتعمل الحمله ديت. اتعملت الحمله باينه. وبالتالي حضرتك كنت سبب الحمله دي او الموضوع ده انه حضرتك كنت مانع الناس ان هي تتدخل في شغل النادي. ما هم بيتكلموا. ده المفروض ان هو ما يضايقش اعضاء مجلس الاداره اللي بيشتغلوا مع حضرتك، ده العكس، ده المفروض يبسطهم. رئيس النادي بيحافظ على الحيز بتاع قراراتكم. احنا اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا موجودين معانا دي كانت اول مره ليهم ممارسه العمل الاداري جوه نادي كبير زي النادي الاسماعيلي. معانا الكابتن محسن كان مره عضو مجلس اداره في مجلس معين في سنه 2012 مع الدكتور رأفت عبد العظيم الله يرحمه، فقعد فتره صغيره يعني. انما الباقي كله جديد، يعني في شباب صغير ما كانش يعني حتى لما السنه الاولانيه عدت بدا السنه الثانيه هو اللي عايز يجيب المدرب. يعني لما يطلع واحد من اعضاء مجلس الاداره يقول لي ما فيش حاجه اسمها كابتن علي ابو جريش انا اللي هجيب اللعيبه، عايزني اقول له ايه ده؟ في عضو مجلس اداره قال حاجه كده؟ امال ايه؟ على الترابيزه ولا بره في الاعلام؟ ايه؟ على الترابيزه؟ على الترابيزه. ده كان زمان. علي ابو جريشه ده كان زمان بيعمل لي كده. لما يجي عضو مجلس اداره مثلا يجي نقول مثلا احنا عايزين نقعد مع لجنه الكوره او قطاع الكوره بالكابتن علي ابو جريشه، فالكابتن علي ابو جريشه يعني رمز للنادي الاسماعيلي وهو يعني من اهم الناس اللي خلت ان اسم النادي الاسماعيلي انتشر في افريقيا وفي العرب وكده وبتاع. فطب تعالى نروح للكابتن علي ابو جريشه، لا احنا اعضاء مجلس الاداره هو اللي يجي لنا لحد عندنا. احنا لينا يعني في مكتب في مجلس اداره وفي مكتب في المبنى اللي هو طيب عايز حضرتك تقول انه مجلس الاداره كان هناك انقسام على اسم الكابتن علي ابو جريشه ودوره؟ مش انقسام، هو يعني انت عارف انت لما تحس ان انت قعدت على كرسي فاصبح ليك سلطه. فانت عايز يعني ما تمارسش السلطه ديت بمسؤوليات، لكن تمارسها بان انا عضو مجلس اداره. يعني لما يجي واحد يقول اصل كرسي مجلس الاداره ده اهم من ان انا اكون مثلا مدير كوره. في تقليل من شأن الناس عايز تقول؟ في تقليل من شأن الناس. لان هم مش مدركين. هل كان في صراعات اداريه جوه المجلس نفسه؟ لا اصل بص اقول لك على حاجه، الصراعات على حاجات تافهه. يعني مثلا كل فتره قيد رغم ان القيد موقوف كان في امل ان احنا نفتح. ماشي. تلاقي حد جاي يقول انا هجيب لعيبه وعامل لسته وعامل مش عارف ايه وبتاع. الكلام ده انا ما بيمشيش معايا، انا ماليش دعوه باللعيبه.
وقلت له قبل الانتخابات. استفسر عن النقطه ديت اكتر، يعني ايه حد بيجي لك يجيب لك لسته ويقول لك انا عايز اجيب لعيبه؟ ده هو نزلها عنده على الصفحه بتاعته في الفيسبوك. لا وقال انا ال 12 لعيب دول انا كنت مقترحهم على مجلس الاداره. مين؟ محمد جمال مقترحهم اللي باجي ان انا اجيبهم للنادي. طيب هسال حضرتك اكتر في الموضوع ده بس بعد الفاصل، استاذنك نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، هذا الحوار الشيق والمثير جدا مع المهندس ناصر ابو الحسن. خليكم معنا.